النهارده بقى انا جبت لكم كنز حقيقي بجد. حاجات برخص التراب. السوق ده جميل جدا جدا. ده سوق التلات. زي ما انتم ما شايفين في بدايته كده. لقيت ناس بتبيع اهي الشنط اللي هي بتاعت تخزين البطاطين. وكمان زي ما انتم ما شايفين الحاجات ديت بتبقى بسعر المصنع. عبارة عن كل حاجة. بسكوتات على قهوة على شاي على بيبس اهي كنز اهوت. على جبنة على كاتشب على عصير. بصي جميع الانواع الشوكولاتات وكل حاجه. والجبنه النستو والشاي الاخضر وكل الانواع كان بيبيعها بصراحه بسعر المصنع. ده يعني بيبقى ب10. ارخص من بره. اي حاجه ب10. وكمان انا مشيت تاني لقيت بردك الراجل ده عارض البراهات ديت والاندرات. كان بيقول ب10 جنيه. حاجات جديدة جدا وحاجات مستوردة. وحاجات حلوة قوي بجد بصراحة، يعني مفيش حاجة ب10 جنيه دلوقتي. زي ما انتم ما شايفين بقى، شايفين البراهات الجميلة دي. في منها براهات قطن، وفي براهات يعني يعني سفنج، وفي براهات عادي يعني. زي ما انتم ما شايفين بالطريقة دي. يا رب يعجبكم الفيديو بتاع النهاردة، كملوا له الآخر لأن مليان مليان حاجات. بجد حاجات كتير جدا وحاجات رخيصة قوي وهتعجبكم. كملوا له الآخر لأن انتوا هتتفاجئوا بحاجات كتير جدا. وما تنسوش باللايك، أتمنى تنزلوا تعملوا لايك. واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يجيلكم كل جديد. والسلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير والفيديو يعجبكم ان شاء الله. وزي ما انتم ما شايفين بقى البراهات اللي احنا جايبينها دي، بصي بالتيكت. حاجات مستورده، حاجات جميله. الحاجات دي مش مصري. الحاجات دي جاي من بره. الراجل دوت بتلاقوه كده في بدايه السوق اهو. بصوا بالتيكت، شايفين زي ما انتم ما شايفين. مستورده مش مصري. جميع انواع البراهات. عندك العادي وعندك اللي هو سفنج. وعندك الاندرات زي ما انت ما شايفه كده، حاجات جديده واشكال حلوه قوي. ده بقى عجبني قوي البراه دوت اللي هو بتاع اللي بتردع. قطن قطن 100%، ما كانش فيه بوليوستر نهائي نهائي. قطن بجد. زي ما انتم ما شايفين كده، انا بحاول ان انا اعدله عشان تشوفوا. ده بتاع الرضاعة ازاي. اهو. بص بيتفك من هنا كده بحيث ان لما تكوني انت لابسه البرا وعايزه ترضعي ما تقلعوش كله وتبقي متضايقه. لا بصي. يا دوبك تفتحيه من فوق كده. وتنزليه. وترضعي وترجعيها تاني بمنتهى البساطه. وكان قطن قطن يعني كان حاجه كده. بصراحة كان حلو قوي وب10. وبردك البراه الاسود ده كان كله دانتيل يعني. كان الراجل المرة دي حاطط تشكيلة كبيرة جدا. وتشكيلة حلوة قوي. وفيها كمان جميع المقاسات. زي ما انتم ما شايفين، والحاجات ديت زي ما بقول لكم تاني. دي حاجات مستوردة جاية من بره. دي مش مصري. اهي دي مش مبطنة سفنج. ودي اللي هي بتتلبس فوق المايوه كده للبنات. يعني كل ما انت تحطي ايدك كده هيطلع معاكي حاجات كده. خامتها يعني جميلة جميلة جميلة. اللي هي زي ما تقولي ما بتشربش مية. وكمان الاندر ده بردك كان قطن بردك وكان عاجبني شكله حلو كده. بصراحة. والبرا ده بردك زي ما انتم ما شايفينه ده كان يعني من انواع السفنج. حاجات كلها جديدة وحاجات حلوة قوي. كان الراجل حاطط كمية كبيرة جدا. في اليوم بتاع التلات ده، وكل ما تروحي كل ما بتلاقي حاجات كتير وحاجات أجدد كمان. يعني هو كل يوم تلات بيجيب حاجات جديدة. زي ما انتم ما شايفين بالأشكال اللي انتم شايفينها دي. كملوا معايا الفيديو للنهاية هتلاقوا حاجات تاني كمان. لسه الفيديو مليان مفاجآت. ومليان حاجات كتير جدا. يلا حبايب قلبي ما تبخلوش عليا باللايك وانزلوا اعملوا لي لايك ويلا نكمل الفيديو. وبرضك زي ما انتم ما شايفين. الاندر ده حاجة جميلة جدا. والبرا ده بقى زي ما انتم ما شايفينه كده. قطن كده ويعني شكله حلو قوي بجد لما تلبسيه. ده برضك اهو. بص ده مش سفنج بقى، ده عادي. بس بصوا الستان يعني جديد وحاجة حلوة قوي. والسعر طبعا يعني سعر يعني ايه 10 جنيه، ما فيش حاجة ب10 دلوقتي. ودي شورتات للي بيحب يلبس شورتات. ولقيت ده بردك بفيونكة كده من على الجنب، ده ممكن بيتلبس تحت قمصان النوم. انا بوريكم كل التشكيلة اللي انا يعني عرفت اطلعها. لان هو في حاجات كتير جدا بس انا يعني ايه. ده عشان الوقت اللي عرفت ان انا اطلعه يعني. لكن انا لو وقفت تاني يبقى هناخد الحلقة كلها. كمان انا لقيت حاطط كومة تانية اهي، بس الكومة دي كان بيقول ب25. يعني عنده بصي البرا دوت ينفع للفساتين بتاعت السهرة لفستان الفرح.
زي ما انتم ما شايفين البراهات دي. وده بردك اهو بردك، البرا بردك ده عجبني جدا اهو. زي ما انتم ما شايفين بالطريقه دي، يعني هو عنده كل الاذواق وكل الانواع وكل المقاسات. دي كان بيقول لي ب 25 الكومه ديت. بس يعني كل ما بتقلبي كل ما بتطلعي حاجات جميله قوي. يعني ده بيتلبس تحت قميص النوم، قطن قطن، مش بيحرر بقى ولا حاجه. والبراهات التانية برضك كانت جميله، شوفوا مليان حاجات قد كده. بس اللي يقف ويدور بقى اهو. ده بردك كان جميل جدا، بردك تتلبس تحت الفساتين وانت خارجة. بصي ده بردك شكله عجبني جدا. يعني ده ب25، يعني بره مش اقل، ده من 250 مثلا. وجديد جديد خالص، يعني زي ما انت ما شايفة كده. بعد كده بقى انا خلاص بقى، يعني قلت بقى خلاص مش الجولة كلها عنده، فانا مشيت. لقيت بقى الراجل دوت بيبيع دفايات او هي بناتي واولادي. اللي كان بيقول ب75. الدفاية فعلا قماشتها، يعني هي مش عايزة تلبس حاجة تحتيها، خلاص هي كده بتدفي. طبعا بجميع المقاسات وبجميع الأشكال، هتلاقي أشكال كتير جدا. شايفين الخامة من جوه اللي هي القطيفة. والتيشرتية دي بردك عجبتني قوي قوي. مهم. وبردك ده كمان دي الدفاية، جاكيت بالبنطلون بتاعها. دي بردك ب75. بس مش عايزة اقول لكم فعلا من جوه، يعني الخامة بتاعتها القطيفة الحلوة. يعني انا هوريكم الخامة، بصوا الخامة من جوه القطيفة اللي هي بتدفي فعلا. يعني كانت بصراحة حلوة قوي. بعد كده انا بردك لسه انا واقفة عنده اهو، بردك عجبني التيشيرتية دي بردك. ده ترنج بردك، يعني ليه البنطلون بتاعه. شايفين الخامة من جوه عاملة ازاي؟ الخامة من جوه زي من بره. شايفين بنطلونه ب75 بره، بردك مش هتلاقي السعر ده خالص في اي مكان تاني. يعني السوق ده رهيب رهيب. يعني هتلاقي فيه من الإبرة للصاروخ زي ما بيقولوا. وأسعار في منتهى، يعني حاجة تحفة. البراهات دي بقى بس مصري كان بيقول ب40 جنيه. وفي دفايات اهي، دفايات بناتي اهيت وحريمي. وفي بردك اهي فانيلات وبوكسرات وحاجات شبابي. ولقيت كمان الراجل دوت عارض الفساتين دي. الفساتين دي كان بيقول لي ب250. وطبعا لسه هتفصل معاه، يعني ممكن تاخديها على 220، بس كانت فساتين حلوة. وكمان لقيت الراجل دوت كان عارض السلوبوتات دي. السلوبوتات دي كانت حلوة بردك، مبطنة فايبر. الواحد كان بيقول لي ب150. بس شوفوا دي الحاجات ديت بره مش هتلاقيها من اقل من 300 و350. حاجات جديدة من المصنع، زي ما انتم شايفين اشكال والوان. يعني ب150 يا بلاش بجد. اهو شايفين من جوه فايبر هيفتحوا لنا حاجة اللي هي الحلوة اللي بتدفي. مهم. بصراحة أنا عجبني السوق دوت، وبحب أروحه كتير لأني بلاقي فيه حاجات كتير. فأنا أخدتكم معايا المرة دي وقلت ما أوريكم السوق اللي أنا بروح الحلو ده. وكان فيه كمان يعني سلوبتات عادية. السلوبتات العادية، بس اما اوريكم ده الأول بردك أدي نوع تاني. ده بيقول لي كان معروض على النت. والزعبط من فوق اهوت، يعني كان حلو. انما السادة ده بقى كان بيقول ب50. السلوبيت السادة ده كان بيقول ب50 بردك، قطن وحاجات يعني جميلة. وفي اهيت بوكسرات اولادي ورجالي. يعني بصي كل ما انت عايزاه. ودفايات رجالي وشبابي اهيت. كل اللي انت عايزاه تلاقيه في السوق ده. وانا ماشيه لقيت بردك واحد تاني حاطط حاجات اطفالي. بس عجبني قوي اللي هيفتحها دلوقتي، اللي هي بتغطي بيها البيبي اهو. كان فيها الوان حلوه قوي، كان فيها الاخضر واللبني. فانا خليته فتح لي البامبا لان انا بحب البامبا. بس كانت حلوه، وقطن قطن جميل بصراحه ما شاء الله. كانت من جوه ومن بره، بصوا الخامه تحفه بجد. تخيلوا بقى دي كانت بكام؟ بتاعه البيبي ديت. دي كان بيقول ب110. الراجل اللي جنبي اللي كان بيشتريها اخدها منه ب100. يعني دي ب100 بس. بره طبعا مش هتلاقيها اقل من 250 ديت. فشوف احنا وفرنا قد ايه. بص التيكت يعني بورقتها من المصنع.
وبرضك انا سبته بقى ومشيت، لقيت برضك هم معلقين قمصان نوم وحاجات. كملي الفيديو، لان هتلاقي كل ما احنا الفيديو بيمشي كل ما هتلاقي حاجات كتير وحاجات جميلة، ولسه في حاجات كتير قوي هوريها لك لسه جاية قدام شوية برضك هتعجبك جدا. بس اتمنى تنزلي تعملي اللايك يعني تشجعيني على المجهود اللي انا عملته. زي ما انتم ما شايفين برضك انا لقيت الترنج ده ترنج بناتي، كان بيقول ب75. وكان في شنط بناتي اهيت برضك، بس بصراحة ما سألتش السعر بكام. الراجل ده بقى تحفة، الراجل ده بتاع المعالق، بصراحة بيجيب حاجات تحفة، تحفة بجد. كل ما تروحي تلاقيه جاب حاجات كتير. وبيبيع معالق استانلس اصلي. دي بتبقى اللي هي زي بص شايفين برضك انا معايا هنا، بصوا دي ايه، دي بتاعت بتحافظ على الطعام. ما تخليش الاكل يخلص. في 3 قطع برضه. قول بكام؟ 100 و120 3. وريني بقى دي كان بيقول 120 ب فيها 120. دي 3 قطع، دي بتحفظ الطعام. وهنا المعالق دي استانلس اصلي، دي اللي هي بتبقى التقمه مثلا نقص منها معلقه او معلقتين فما ينفعش يبيعها طعم، فبيبيعوها كده فرد. وساعات بردك دي الحاجات دي بتبقى بردك يعني ممكن تكون من الفنادق الكبيره. بس زي ما انتم ما شايفين استانلس اصلي، انا بس عشان الشمس مش عارفه اجيب لكم كلمه استانلس مكتوبه، وبيبقى مكتوب كمان العيار، يعني حاجات تقيله، في 3 ب10 في 4 ب10. وفي المعلقه اللي انا ماسكاها دي بقى تقيله اكتر، دي ب5. بس دي كان ممكن يعني تعملي منها طقم اهي. وفي منه بردك عنده سكاكين، مسكات، شوك، معالق صغيره كبيره. بصي عنده حاجات حلوه قوي، وبصراحه برخص التراب. ايه يعني ال4 معالق ولا ال3 معالق ب10 جنيه؟ تجيبيهم فرط كده في البيت عندك تاكلي بيهم، بدل ما كل شويه بيضيعوا مننا في الزباله ومش بنلاقيهم. لا، ودي كانت ب5 جنيه وتعملي منها طقم. الصراحه كانت تحفه قوي. وبرضك لقيت الفساتين دي كل ده في نفس الشارع جنب بعض، كل ما انت ما تمشي كل ما هتلاقي حاجات. يعني عندك الفساتين الشتوي دي برضك كانت ب130، يعني حاجات حلوه اهي تلبسيها وتروحي بيها الجامعه. وبرضك الفساتين دي برضك كانت حلوه قوي. وعندك برضك انا لفت نظري برضك كمان فوق اهو جنب الفساتين العاديه دي كان في فساتين سهره اهي او سواريه، يعني اللي هو الاسود والاسود المنقط والبامبا. كانت بتقول ب150. طبعا يعني سعر حلو قوي، وكان حلو قوي انك انت تروحي بيه فرح او سهره. والفستان ده برضك جميل، ممكن تخرجي بيه، ممكن تروحي بيه برضك في مناسبه. دي كانت بتقول ب120. يعني بصوا خطير بجد، ولونه وشكله. والكمام، يعني بص الكمام بتاعته عامله ازاي، كان عاجبني بجد. وسعره يعني يا بلاش 120. بعد كده وانا ماشيه برضك لقيت شارع كده في الجنب، ادي ديك رومي، وكان بيبيع بط بقى وحمام وفراخ. البط ده كان بتقول لي الجوز ب40 جنيه، بس البط ده ما بيبيعش، البط ده بيرمي لحم. وكان في ارانب، وكان في فراخ، وكان في بردك نوع تاني من البط هنروح له دلوقتي اهو. البط ده بقى كان بتقول لي بيبيض ويرقد اهو، النوع ده نوع البط ده. يبقى هي كان عندها من نوع البط ده اللي هو بيبيض ويرقد، ونوع البط التاني ده بس قالت لي ما بيبيضش، ده بيرمي لحم. قالت لي يعني في خلال شهر تاخدي كده بطايه 3 كيلو تذبحيها وتاكليها. وتقول لي بياكل اي حاجه، تديله بس اول اسبوعين علف وبعد كده توكليه اكل البيت، هيرمي معاكي لحمه يبقى جميل جدا. وكمان لقيت الزغاليل دي بس بتقول لي كان الجوز ب70. بعد كده بردك انا مشيت بردك في نفس المكان، لقيت البروفلات البناتي والاولادي ده كان بيقول ب45 وب55. يعني لما اجيب تيشيرت كده لابنك ب45 على اي بنطلون جينز ب100 جنيه مثلا ولا ب70 جنيه، يبقى انت دلوقتي عملتي مثلا طقم اهوت ب130 جنيه وحاجات حلوه. وادي بردك واحد كان بيبيع كاسات وحاجات، بصوا خليكم معايا هتلاقوا حاجات جميله جدا يعني طول ما احنا ماشيين. وادي كل سنه وانتم طيبين اللي اتبقى الاستانلس، عنده اللي اتبقى الاستانلس بجميع الانواع. وادي بردك لقيت بروفلوت تاني بناتي كان بردك بيقول ب65، كانت جميله قوي قوي. يعني مش عايزه اقول لكم الناس كلها، يعني مش عايزه اقول في العيد ما بتعرفيش تمشي بجد، وفي الايام العاديه كمان. شايفين البروفلات جميله،
حاجات حلوة قوي وجديدة جدا من المصنع، وب65 يا بلاش. خليكم معانا لسه هندور. وادي كمان اهي الصواني والحلل والتيفال والجرانيت. بصي كل حاجة يعني عايزة تجهزي روحي على الشارع ده. وكمان ادي زي ما انتم ما شايفين كده، كنا حاطط بردك اهي سويترات وفانيلات وتيشيرتات اولادي. والبناطيل الجينز دي كانت ب120، والله يا بلاش، ب120 جديدة جديدة وحاجات وخامات حلوة. وكمان لقيت بتاع السجاجيد دوت، بس لقيت السجاجيد دي النوع الحرير الجميل. كانت حلوة قوي، بس كانت أسعاره غالية شوية. كان بيقول لي السجادة ب 800 ب 700 ب 900، على حسب طبعا الطول بتاعها والحجم. بس كان عنده تشكيلة رهيبة زي ما انتم ما شايفين كده. كل ديت يعني السجاد الحرير بتاع النساجون الحلو اللي هو بيتباع ب 2003، هو قال لك ب 700 وب 800 وب 900 عنده. وادي دي اللي بتتحط في ارضيه المطبخ زي ما انتم ما شايفين كده. الارضيه بتاعته بصي اللي هي بتشرب الميه. يعني كان عنده بصي حاجات رهيبه رهيبه بجد. يعني بصوا الالوان، بصوا الاشكال. واجي بردك وانا ماشيه بردك في نفس المكان الشارع بردك، لقيت الترنجات الاولادي دي، ولقيت اهو بتاع الستاير. بصي ستاير معموله جاهزه وما الله. وفي كمان لقيت فسيخ ولقيت الكوتشات ديت. الكوتشات ديت كان بيقول ب55. هي كوتشات اولادي وبناتي كانت ب55. ولقيت واحده تانية حاطه سجاجيد، يعني مش بتلاقي واحده بس، لا بتلاقي واحد واثنين واربعه. بردك كانت حاطه تشكيله رهيبه بردك. بص الالوان بصراحه خطيره، وبردك باسعار مخفضه ولسه بتفصل كمان. ولقيت واحد تاني حاطط براهات. وادي بناطيل هي يعني بص كل حاجه من الابره للصاروخ زي ما بيقولوا بجد. وادي شنط بناتي تاني تروحي بيها الجامعه تخرج بيها. 85. وادي كوتشات تاني لقيتها بقى ديت بناتي كبار، كان بيقول ب65. جميع انواع الكوتشات صبياني وبناتي، يعني للجامعه، يعني يروحوا بيها الجامعه. مقاسات كبيره حلوه، 65 حلوه جدا. والكوتشيه دي كانت رهيبه بجد اهي. وقدام منه برضك لقيت الراجل دوت بقى تحفه تحفه في البلاستيكات، في الحاجات البلاستيك يعني. كيزان، اطباقه، سلاطين. كل ما تروحي كل ما بتلاقيه جاب حاجات جديده كل مره، بيجدد بجد. يعني مش تروحي تلاقي حاجه هي لا، تروحي تلاقي جاب حاجات اجدد واحلى واحسن. وجراد اللي هي بتاعت اللي تمسحي بيها، والاطباقه. ولقيت عنده الجرادل دي بردك حلوه قوي. قالوا لك ممكن يعني تخزني فيها ميه، ممكن تعملي فيها ترشي، ممكن تحطي فيه الرز او الحاجات بتاعتك. كان بيقول ب12 ونص. كان منها هي احجام الصغيره والكبيره. فكانت حلوه قوي العلب دي ب12 ونص، سعرها حلو. هو الراجل ده سعره حلو قوي في الاواخر، يعني دايما تلاقيه زحمه. قدام منه بردك لقيت الوليه ديت عندها بقى بصوا القفصه بتاعت تربيه الحمام، المناخل. كان عندها ايه كمان، عندها كل حاجه. المشنه بتاعت العيش. ولقيت واحده اهي جايبه زلعه. الزلعه دي عشان هتخزن فيها جبنه، ومشنات وقلل وزبيته ويعني بص كل انواع اللي انتوا عايزينه. والمقشات بجميع انواعها. وكمان بصوا حاطه كمان حاجات الشويه اهي. يعني بصراحه كل اللي انت عايزاه هتلاقيه عند الست ديت، من فخار لقلل لمشن، حتى الحصيره بتاعت الجبنه اهي. كانت حتى الحصيره اللي احنا بنعمل فيها الجبنه. بصراحه كان يعني كل حاجه تلاقيها عندها حلوه قوي، يعني باسعار يعني كويسه برضه. بعد كده انا سبتها ومشيت بردك. لقيت ادي هم معلقين بردك جلاليبه هي ستات كبيره هي شباب اهي. بص حاطط مجموعه قد ايه اهو. انت بس روحي واختاري. بوكسرات هي اولادي بردك وشبابي. بص وفانيلات، كل اللي انتوا عايزينه. ولسه في حاجات تاني كمان هنشوفها دلوقتي، حاجات خطيره بجد. كملوا لان فيها حاجات لسه هتشوفوا التقيل ورا.
زي ما بيقولوا. وادي كده شرابات بنات تلبسها كده هوت في السقعة بالليل. بكام ده؟ وكمان بطاطين ودفايات. كان بيقول في 60 وفي ب90 وفي ب100. يعني البامبا دي كان بيقول ب100، بس تقيلة وحلوة. والمربعات دي كان بيقول عليها، هتيجي دلوقتي المربعات دي كان بيقول ب60 جنيه. يعني دي ممكن تحطيها تحت، يعني وانت نايمة على السرير، ممكن تحطيها على الأرض أو على السجادة. يعني بصراحة ليها استخدامات حلوة. وادي جواكت وسويترات برضك اهيت معروضة. ولقيت دي الطرح دي ب25. دي الكريب اللي هي الحرير الحلوة بجميع أشكالها بقى، أي شكل ب25. دي الطرح دي. وفي بندانات، ما بقولك في، بصي في كل حاجة اللي ما يخطر على بالك هتلاقيه في السوق ده. اهي الأشربات اهي عارضين برضك حبة. اهي كل الاشربات ب25. وفي واحد كان بيبيع فخارات اهي زي ما انتم شايفينه. وفي بردك مفارش اهيت للعرايس، مفارش سفرة انتريه للطقم بجميع اشكالها بقى وجميع احجامها. ولقيت الراجل دوت بيبيع بردك الحاجات دي بس دي مصري. كانت ب10 جنيه اهي زي ما انتم شايفين. وكان فيه البرا دوت مصري بس تقريبا كان بيقول لي ب40. بس كان حلو بردك دوت تلبسيه بردك كنت خارجة تحت فستان. ينفع بردك لفستان الفرح كده. يعني شايفين التيكت بتاعه حلو قوي. وادي كمان الشروال بتاع الشباب. يعني بردك كان، انا ما سألتش على سعره بس هو تقريبا كان ب120 حاجة زي كده. وادي بردك جواكت للشباب. يعني هنا طبعا مخفض جدا. هنا بقى الراجل ده بتاع الورد ده بقى بيجيله العرايس من اخر الدنيا. تختاري الفازة اللي انت عايزاها وتختاري الورد اللي انت عايزاه ويحطها لك هو في قلب الفازة. اهي جميع انواع الورد بتختاري يعني هو بيبيع بالوردة. تروحي بقى انت تاخدي مجموعة الورد اللي عجباكي وتاخدي الفازة اللي عجباكي وهو يركبهم لك ويحطهم لك في الفازة. يعني عنده جميع انواع الفازات وجميع انواع الورود. يعني بصراحة الراجل ده تحفة وكنز وعنده كل حاجة. يعني الورد بتاعه جميل جدا وكمان بتختاري اللي انت عايزاه وهو يركبهولك في قلب الفازة اللي انت تختاريها. زي ما انتم شايفين كده جميع انواع الزرع عنده. وكان عامل الشجرة دي كان واحدة هتشتريها فكان مجهزها كده. وبردك عنده الفازات الإزاز والفخار. وبردك زي ما انتم شايفين الريش اللي هي يعني ساعات بنحط احنا ريش طويلة كده هو في قلب الفازة. وشفتوا انواع بردك الفخار بتاعت الفازات. عنده كل حاجة. وكمان في واحد هو بيبيع اللي هي بردك الحلل والتيفال والصواني. والحاجات دي بردك كانت عندي بتاع الفازات بس مش عارفة دي بتاعت ايه. ولقيت بردك قماش التنجيد دوت. يعني لو عايزة تنجيد قماش الستاير. بص التل القطيفة بص جميع أنواع الستاير والستاير العادية. ولقيت واحد بتاع رنجة بس بصراحة بقى مرضتش أزفر إيدي ومشيت. ولقيت بقى الست دي بتبيع الجزم دي. كانت تقريبا بتقول ب85. بس جميلة. يعني شايفين الصندل شايفين النعل بتاعه نعل الموريتاني الجميل شايفين الشكل. يعني ب85 حلوة قوي. والكوتشات دي جميلة قوي قوي. زي ما انتم ما شايفين الكوتش دوت الكعب العالي مش اللي هو الكعب الواطي. لا يعني اللي هو الكعب الحلو. يا بلاش ب85 كان عندها مجموعة وتشكيلة كتير وحلوة. ومقاسات طبعا اللي انت عايزاها. وكان في بردك هي براهات وحاجات متعلقة بس دي مصري ما كانتش دي مستوردة. كانت براهات عادية للي بردك للأذواق اللي بيحب كده واللي بيحب كده. وكان قدام منه بقى واحد بردك تاني بيبيع سجاجيد بس دي بيبيعها بالمتر. يعني لو عايزة مشايات بالمتر عنده مكنة يقطع لك اهي المكنة هناك اهيت ويسرفلك ويعملها لك زي ما يكون حرف السجادة يعني بالظبط زي الراجل. وكمان زي ما انتم شايفين البراهات دي بردك اللي محطوطة دي ومتعلقة. ولقيت المشايات بالشكل ده جميلة قوي اللي هي بتتحط في طرقة الحمام. وبردك المفارش وادي الكسوة بتاعت الطقم. ولقيت الراجل ده بقى بصراحة أول مرة ألاقيه اللي هو بتاع الحصر. فاكرين الحصر
الحصر دي بصراحة انقرضت ما بقتش موجودة. بس والله حلوة، يعني لما تكوني مثلا واخداها معاكي في رحلة في جنينة، هتقعدوا فوق السطوح، ممكن تحطيها في الصالة كده مؤقتا. بيبقى سهل ان انت تشيليها تنفضيها وترجعيها تاني. كان بيقول السجادة ديت ب70 جنيه. بس الحصر دي حلوة قوي. وكان في حصر بردك تاني كانت رخيصة شوية. وانا ماشية بردك لقيت الست دي بقى، بس كانت حاطة مجموعة جزم. دي بواقي بتاعت المحلات الكبيرة. يعني المحلات الكبيرة كده كل أول شهر كده لما تلاقي حاجات مش ما اتباعتش بتفضي الباترينا وبتحط جديد. فهم بياخدوا الحاجات دي. بس والله حاجات حلوة قوي. تخيلوا بقى كانت بتقول بكام الحاجات الجميلة دي. اللي بصوا التيكت، شايفين الطبع بتاع المحلات، شايفين النعل ده مش اللزق المصري الوحش، لا، ده بتاع المحلات اللي هي بتتباع ب 250 و 300. الست دي كانت بتقول ب55 جنيه. اه والله. اه والله الكوتشي اللي انتوا شايفينه او الصندل اللي انتوا شايفينه ده، شايفين النعل عامل ازاي والتيكت اللي مكتوب. دي كانت ب55. يا بلاش بجد، يعني السوق ده بصراحة عايز اللي يروح يبقى معاه فلوس كتير، لانه مغري. ما تبقيش عارفة تشتري ايه ولا ايه، والحاجات رخيصة والحاجات حلوة والحاجات بتغريكي. يعني الست دي، يعني تابعوا معايا، استنوا هوريكم اشكال كانت حطاها. يعني شايفين النعل والجزمة عاملة ازاي. دي مش المحلات الصغيرة، لا لا، دي الحاجات الكبيرة. شايفين الشبشب ده، شايفين النعل بتاعه. يعني ممكن تخرجي بيه بالليل، تروحي بيه فرح، لانه مذهب. كان حلو قوي بصراحة، وعلى سعره ال55 كان جميل. فأنا بصراحة أنا بحب أروح السوق دوت، بس بيفلسني بصراحة. بس باحس بمتعة إن أنا رُحت يعني ونفّست عن نفسي وشُفت ودوّرت. يعني بصراحة حلو، كإنه فُسحة، أنا باخده كإنه فُسحة. شايفين برضك الشوز ده، يعني كان جميل. ولسه هاطلّع لكم أشكال حلوة. ده جلد طبيعي حلو. والصندل ده برضك عجبني أوي، الخطوط البيضا الفضي. يعني شايفين الشكل الفضي ده. كان مدّي منظر كده حلو، لمّا تلبسيه بيدّي شكل حلو. استنوا، ده كمان في جزمة دلوقتي هاورّيها لكم، برضك الشبشب ده كان حلو. لأ دي شُفناها خلاص. هاورّيكم بقى دلوقتي حتّة جزمة، لأ مش دي برضك. الشمواه دي بقى بُصّوا. الشمواه دي كانت، بُص حتى الكعب نفس الشمواه. دي كانت حلوة أوي أهو. يعني بالنسبة السعر دوّة جميلة. ودي برضك كانت حلوة. والشبشب ده برضك شايف ده، يعني الكعب الإزاز الحلو الجميل. يعني دوّة في اللبس شياكة أوي، أوي. يعني بُصّوا بقى يعني المفاجأة بقى اللي أنا قايلة لكم عليها هتشوفوها في آخر الفيديو. ال الناس دي تخيّلوا بتبيع الحاجات دي بكام؟ بتبيعها ب5 جنيه. والله في حاجات لسه ب5 جنيه. يعني الطرحة دي ب5 جنيه. السلوبيتا بتاعة البيبي اللي وريتها لكم ب5 جنيه. البرادة بُصّوا ب5 جنيه، جديد ما فيهوش الهوا، ما فيهوش لمسة. يعني الحاجات دي كلها ب5 جنيه. تروحي بقى في نفس المكان ده، يعني في الحتة دي، تلاقي بتاع 7 8 كده والّا 10 قاعدين، حريمي على رجالي على أطفالي على شبابي على كله، بناطيل وفانيلات وكله كله كله. تلاقي أي قطعة تاخديها ب5 جنيه. وعلى فكرة في حاجات بصي بالتيكت، يعني دي حاجات فيها حاجات جديدة. فأنت كل ما تروحي بقى كل ما تلاقي مثلا يعني اللي أنت عايزاه. ممكن تيشرتات داخلية، بروفلات داخلية، يعني ما تاخديها ب5 جنيه وتلبسيها داخلية. مش وحشة. بناطيل للبيت، لما تجيبي بناطيل للبيت برضك بصوا عليها الناس كتير جدا وزحمة جدا. يعني ما تقولوش الناس بتشتريش، لا بالعكس، ده عليه زحمة وعليه إقبال جامدة جدا. يعني الجلابية اللي عمال ماسكها في ايده دي كانت ب5 جنيه. فالمكان ده بقى والمفاجأة دي كانت تحفة تحفة بجد. يعني المكان ده حلو. بعد كده انا سبت المكان دوت ورحت بقى برضك في نفس المكان، بس يعني الشوارع جنب بعض. لان انت طبعا عارفين الملايات بره دلوقتي بتتباع ب800 وب900 وب1000 كمان انطق. طب وليه؟ الناس دي بتبيع ملايات من اجود الانواع، ملايات القطن الحلوة واللينو، جميع الانواع والاشكال.
بيبقوا المتر ب40 جنيه، وممكن تنزلي شويه. يعني انت لو اخدتي الملايه كبيره 3.5 أو 4 عشان تعملي خدوديتين ومخدتين، هتاخدي مثلا 4 متر ونص، ب40 جنيه مثلا لو احنا ما فصلناش كمان. يبقى دي كده 160 و20 يبقى 180، وهتدفعي 20 جنيه خياطة، يبقى انت عملتيها ب200 جنيه، واخترتي اللي انت عايزاه، وتوفري ال800 وال700 والكلام الفاضي ده. في هاتي، وفي منها السادة والمنقوش، وهاتوا واعملوا، مش لازم الحاجات الغالية اللي بره دي، يعني مش لازم الدنطلات والحاجات دي، وممكن تجيبي دنطل بردك وتركبيه. ودي بردك كانت الحاجات ديت بالكيلو، كانت ب120. دي عبارة عن بطاطين تقيلة. ويا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم. ما تنسوش، أتمنى باللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.